الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنبتدي باول درس في الدراسات الاجتماعيه. طبعا عندي لسنه ثانيه اعدادي هنبتدي في الموقع والمساحه للوطن العربي. انا عندي الوطن العربي هتكلم فيه على الموقع والمساحه. اول حاجه لازم افرق ما بين موقع اسمه الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. خدناه في اولى اعدادي. يعني ايه موقع فلكي؟ برافو، قالت الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه موقع جغرافي؟ برافو عليك، تمام. قالت الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء والبحار والمحيطات والدول طبعا وايه؟ والقارات. طيب احنا النهارده بنتكلم على دول الوطن العربي اللي هم ال 22 دوله. دول الوطن العربي بيجمعها 3 حاجات: مكان واحد، لغه واحده، تاريخ مشترك. تاني، يجمع الوطن العربي كام حاجه؟ ايه هما؟ مكان واحد ولغه واحده وتاريخ مشترك. طيب تعالوا نكمل مع بعض. عندي الموقع الجغرافي. نيجي نبص طبعا للوطن العربي اللي هو بالاخضر. يقع الوطن العربي بين قارتي او بين قارات العالم القديم. مناطق، ايه هم قارات العالم القديم؟ حلو جدا، اسيا وافريقيا واوروبا. تاني، يقع الوطن العربي بين قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. حلو. يمتد الوطن العربي اللي هو بالاخضر. يقع الوطن العربي بين قارتي او بين قارات العالم القديم. مناطق، ايه هم قارات العالم القديم؟ حلو جدا، اسيا وافريقيا واوروبا. تاني، يقع الوطن العربي بين قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. حلو. يمتد الوطن العربي هنا في قارتين، ايه هم؟ اسيا وافريقيا. برافو. يفصل ما بينهم ايه؟ البحر طبعا ايه؟ الاحمر. طيب الوطن العربي قومي من الخريطه بيمر على كم محيط او بيطل على كم محيط؟ 2. ايه هم؟ حلو. بيمر هنا على المحيط الهندي الجنوب، وفي الغرب هنا على المحيط الاطلسي. حد مش فاهم؟ يبقى كم محيط؟ 2. هنا المحيط وهنا المحيط الاطلسي. تمام. تعالوا نشوف. انا عندي الموقع الفلكي للوطن العربي. الوطن العربي بيمتد ما بين خطي طول. معايا على الخريطه؟ يمتد الوطن العربي بين خطي طول. دي خطوط الطول، دي خريطه الوطن العربي. عندي 60 شرقا، 17 غربا. شرق وغرب ايه؟ خط الجرينتش. تاني، يمتد الوطن العربي بين خطي طول 60 و17 غربا. حلو جدا. طيب خط جرينتش بيمر هنا. ايه الدولة العربية الوحيدة اللي بيمر هنا خط جرينتش؟ الجزائر. حد مش فاهم؟ تمام. طيب كل الدول العربية اللي هم ال 22 دولة سواء في الجناح الآسيوي أو الجناح الأفريقي بيقعوا ما بين خطي الطول ده ودوائر العرض ده، ما عدا دولة وحيدة فقط اسمها دولة جزر القمر. اسمها دولة جزر القمر. طيب جزر القمر موجودة فين؟ موجودة في المحيط الهندي. موجودة فين؟ المحيط الهندي. طيب دولة جزر القمر بتمتد من كام جنوبا؟ احنا قلنا الوطن العربي كان كام؟ 2 جنوبا، صح؟ هي من 12 جنوبا. تاني، دولة جزر القمر تمتد من كام جنوبا؟ 12 جنوبا. حلو. طيب احنا قلنا الوطن العربي كان كام شرقا؟ 60. كام غربا؟ 17. هي في الشرق كام؟ 44. تمام. طبعا الحدود شمال جنوب شرق غرب، ونشوف الشمال الشرقي. طيب انا عندي الوطن العربي يحد شمالا البحر المتوسط وجبال. تاني، يحد الوطن العربي شمالا البحر المتوسط وجبال الغروب. يحد جنوبا المحيط الهندي والصحراء الكبرى. تاني، يحد جنوبا المحيط الهندي والصحراء الكبرى. يحد شرقا الخليج العربي، خليج عمان، البحر العربي. تاني، يحد شرقا الخليج العربي، خليج عمان، البحر العربي. تمام. طيب يحد غربا المحيط الاطلسي.
ما النتائج المترتبة على إن حدود الوطن العربي تمتد مع ظواهر طبيعية؟ حاجتين اتنين: الحفاظ على شخصية الوطن العربي اللي هو كدولة عربية، اتنين اتصاله بالعالم طبعا ايه؟ الخارجي. تاني، امتداد الوطن العربي مع حدود طبيعية أدى إلى الحفاظ على شخصيته العربية المميزة، اتنين اتصاله بالعالم ايه؟ الخارجي. طيب احنا لما جينا اتكلمنا تاني على حدود الوطن العربي والموقع الفلكي والموقع الجغرافي، كده الوطن العربي بيطل على كام خليج؟ اتنين؟ ثلاثة. هم تمام، الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. تمام، كم بحر؟ تمام، البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي. حلو جدا. كم محيط؟ ايه هما؟ المحيط الهندي والمحيط طبعا ايه؟ الأطلنطي. شكرا. اتصاله بالعالم طبعا ايه؟ الخارجي. تاني، ما النتائج المترتبة على امتداد الوطن العربي مع حدود طبيعية أدى إلى الحفاظ على شخصيته العربية المميزة، اتنين اتصاله بالعالم ايه؟ الخارجي. طيب احنا لما جينا اتكلمنا